المرة اللي فاتت اتكلمنا عن محتوى الوعي المجاني وايه مميزاته وايه الحاجات اللي هتقف قدامك لما تدخلي في محتوى الوعي المجاني. النهاردة بقى هنتكلم امتى احتاج حاجة خاصة بيا متفصلة عليا بالظبط. بس قبل ما نبدأ متنسيش تعملي لايك للفيديو وشير مع اصحابك وحبايبك، واكتبي لي في الكومنتات استفدتي ايه من الفيديو اللي فات وايه اللي كان بيقف معاكي في محتوى الوعي المجاني. وما تنسيش اشتراك في القناة. يلا نكمل. ايه العلامات اللي تقولي ان محتوى الوعي المجاني ما عادش مناسب ليه؟ اول حاجة ان انا بسمع كتير بس مش عارفة اطبق. النقطة التانية ان انا بوصل لنفس النتيجة كل مرة رغم ان انا بطبق اللي الكوتش قاله وماشية على الحاجة اللي هو قالها لي بالظبط، بس دايما بوصل لنفس النتيجة. الدخول في جلد الذات والحكم على نفسي ان انا السبب والمشكلة عندي، وان مهما عملت مش هتغير ولا في حاجة هتنفع. النقطة الرابعة التشتت والحيرة. انا بسمع كتير وعمالة بدخل في موضوع لموضوع لموضوع ومن كوتش لكوتش ومن محتوى لمحتوى، فبقى عندي تشتت وحيرة. انا مش عارفة ابدأ بايه ولا اعمل ايه، والمواضيع بقت كتيرة قدامي ومش عارفة ايه النقطة اللي محتاجة ابدأ منها. كمان التكرار، ان انا مهما حاولت انفذ انا لسه المواقف والمشاعر والافكار بتتكرر في حياتي زي ما هي، رغم ان انا نفذت خطوات ونفذت الحاجات اللي انا سمعتها، ومع ذلك انا لسه المواقف عندي بتتكرر، لسه نفس المشاعر بتطلع، لسه نفس الافكار بتتراود عندي. في تكرار في رتم الحياة بتاعتك. النقطة اللي بعد كده انا عندي صعوبة في اتخاذ القرارات، ومش بس على فترات بعيدة، لا ده بشكل مستمر ودائم. حتى الحاجات البسيطة في حياتنا مش بعرف اخد قرار فيها، بخاف اخد قرار او بلاقي صعوبة في اتخاذ القرار.